عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من GD Skills Podcast الشغلانة عايزة إيه؟ النهارده بقى هنخوض تجربة كده لأول مرة إن إحنا نسجل أونلاين، بس ضيفنا النهارده حد يعني أنا باتشرف بمعرفته، فحبينا نستغل الفرصة دي ونخوض أول تجاربنا أونلاين كده بإذن الله. يشرفني النهارده أحمد جمال بدوي كلاود انفرا اركتكت. أحمد بدأ من مصر، وأنا كان ليا الشرف إن إحنا اتزاملنا مع بعض في ITI، وحاليا هو ما شاء الله في شركة مالتي ناشونال في بولندا. ازيك يا ابو حميد، ايه الاخبار؟ أحمد باشا حبيبي يا أحمد، أنا مبسوط جدًا إن أنا معاك، ومبسوط أكتر إن أنت كلمتني إن أنا أكون موجود معاك في البودكاست، يعني دي حاجة تشرفني جدًا، وشرفت أعرفك من الأول من الأيطة يا أحمد بجد يعني. الحمد لله الحمد لله. طيب خلينا نتعرف كده، الرحله مشيت ازاي؟ والله الأول أنا بدأت في الITI زي ما أنت بدأت معانا، كنت يونكس وLinux department مع باشمهندس دسوقي لو فاكر، وبعد كده HP مصر، برضه في الجزء بتاع الLinux والinfrastructure مع الmiddleware، وكان ده وده الmiddleware والinfra. وبعد كده نقلت على بولندا IBM، قعدت سنة برضه في الجزء بتاع الinfra Linux وYunix، ومع رحلة لحد ما وصلت لحد cloud infra architect حاليًا. ما شاء الله ما شاء الله. الله يخليك. طيب احنا النهارده هنتكلم كده مبدئيا عن الاوبن سورس، وهناخد كمان كده جزء من خبراتك كده في رحلتك. فخلينا كده تدينا فكره الاول كده عن الاوبن سورس، او لو حد لسه ما يعرفش عنه حاجه خالص. تمام، الopen source غالبًا معظم الناس مفكرة إن كل الtools لازم تبقى بlicense، كل الtools لازم تستخدمها، لازم تدفع فيها فلوس. معظم الtools هتلاقي مقابل ليها من غير فلوس. هتبقى مقاط صحيح، مش هتلاقي نفس الsupport، مش هتلاقي نفس كل اللي بتاخده بالlicense، بس معظم الtools هتلاقي مقابل ليها. يعني الLinux هو كoperating system هو open source، بس في شركات بتستخدمه، هي مش بتبيع الoperating system، هي بتبيع الsupport. زي مثلًا Red Hat، هي Red Hat mainly اللي بتخش لها فلوس هو من الsupport بتاع الLinux. الkernel بتاع الLinux واحد، والkernel بتاع Linux يعني كل واحد ممكن يعمل هو الLinux بتاعته، طبعًا في organization ورا الLinux نفسه، لكن في الآخر ما فيش حد يدعي إن هو بيمتلك الLinux، من الآخر يعني هو كل الناس بتعمل contribution ليه، هو open source بمعنى إن أنا أقدر أخش على الproject أعمل contribution ليه، أنت تقدر تخش على الproject تعمل contribution فيه، ده معنى الopen source. open source إن كل حد ممكن يخش يعمل contribution في الproject نفسه بجزء معين من الكود بتاعه، مش حدش يقدر يدعي اللي هو بيمتلك كل حاجة فيه. في الآخر في license، في أنواع من الlicense اللي هي بتحمي الملكية بتاعة إن ده open source ما حدش، عشان ما حدش ياخد البرودكت ده ويقول ده بتاعي، خلاص لأ، هي في license لحماية البرودكت إن هو open source، ما بقاش ليه إن أنا أدفع عشان أستخدم البرودكت معايا. بس تمام. فده معنى الopen source باختصار، اللي هو تقدر أي واحد يقدر يcontribute في الproject، ما فيش حد يقدر يدعي الملكية دي، مش لازم تدفع فلوس عشان خاطر تستخدمه. في license عشان تحمي إن الproduct ده open source مش العكس. طيب لو جينا بقى نتكلم على طبيعة الوظايف في اليونكس أو الopen source عامةً، هل إحنا بنندرج تحت development والّا security والّا cloud infrastructure؟ يعني ناخد فكرة كده سريعة كده عن الوظايف اللي ممكن تبقى موجودة والمجالات الشغل بتاعته. تمام، الopen source عامةً هو كconcept هو ما لوش علاقة بcareer معين. تمام، الopen source تمام. كconcept بتاع الopen source في developers كتير بيشتغلوا كcontributor في أدوات، يعني مثلًا من الtools اللي أنا كنت حابب جدًا إن أنا أشتغل فيها في وقت من الأوقات كان الAnsible. الجزء بتاع الAnsible ده رغم إن هي infrastructure tool، بس أنت كنت ممكن تعمل modules، تcreate modules بنفسك، وتعمل لها تبقى جزء من Ansible نفسه، من Ansible community، تخش على Ansible community وتعمل لها تبقى جزء من Ansible وتنزل كtool من Ansible. ناس كتيرة عملت ده، تمام. الفكرة مش career wise، هو كconcept wise. فلو بصينا على تمام. الcareer، في careers كتيرة، كل الcareers اللي ممكن تبقى موجودة في الجزء بتاع الIT والcomputer science هي ممكن كلها تقدر تشتغل فيها في الopen source. ناس كتيرة أنا أعرفهم شخصيًا بيشتغلوا contributors في projects كتيرة online. إمم. بس إحنا لو أنت حابب نركز على career معين أو نوضح كذا career ممكن حد يشتغل أنا في حابب تاخدنا أنت في الرحلة. أنا حابب إن أنت تاخدنا كده في الرحلة من لأي حد هيبدأ. طيب مبدئيًا كده، هل لازم اللي يدخل
ويشتغل في الجزء ده لازم يكون خريج هندسة communication، هندسة computer engineering، computer science عشان يقدر يدخل الcareer؟ آآ تمام. وجهة نظري الشخصية، في ناس ممكن تتفق معايا وفي ناس ممكن تختلف. وجهة نظري الشخصية ميزة من مميزات الكمبيوتر ساينس، ميزة من مميزات الprogramming أو الجزء بتاع الIT كله، إن أي حد ممكن يشتغل فيه، ما لوش علاقة بالشهادة. تمام. الشهادة بتطلبها إمتى؟ لو أنت هتشتغل في الجزء بتاع الكمبيوتر ساينس تخصُّص معيّن، يعني مثلًا لو أنت هتاخد الجزء بتاع الكمبيوتر ساينس وتشتغل في الجزء بتاع الnetworking مثلًا في شركة اتصالات، في الجزء بتاع الengineering بتاع الcommunication بتاع الاتصالات نفسه، بتاع الشبكات نفسه. أنت محتاج تبقى عارف الbasics بتاعة الnetwork، يعني إيه network، الbasics بتاع الconcept بتاع الprotocols ده تمام ممكن محتاج ده، لكن كconcept computer science لأ، مش محتاج. يعني أنا شُفت قدّامي كذا example، منهم الexamples اللي هو دارس حاجة بعيدة عن الcomputer science خالص، وابتدى كاريره after his studies، يعني بعد ما ابتدى بعد ما خلّص دراسته خالص، ابتدى يشتغل، ياخد كورسات واشتغل ومشي في الcareer بتاعه كأي حد، لإنه فِهم الدنيا ماشية إزاي واتعلّم جدًا from scratch. في حد تاني العكس بقى، هو ابتدى دراسته كcomputer science تمام، ابتدى سَنة، سنتين حرفيًا في الدراسة، ابتدى يبقى internship في شركة، ساب الدراسة وكمّل شغل في الشركة. لإنه جاله offer من شركة، إمم. فقعد كمّل في الشركة شغّال وهو ما خلّصش دراسته أصلًا، يعني هو ما خلّصش الدراسة بتاعة ال5 سنين مثلًا بتاعة الcomputer science واشتغل. فرأيي الشخصي أنا مش محتاج، مش محتاج إن أنت تبقى دراستك حاجة معيّنة عشان تبتدي تشتغل في الcomputer science أو في الجزء بتاع الIT عامةً أو في الopen source، وده ميزة من مميزات الIT من وجهة نظري، إن أنت مش محتكر على دراسة معيّنة. طيب أنا في الحتّة دي بقى كان في حاجة كنا بنتكلّم فيها قبل كده وحابب إن إحنا نسجّلها عشان الناس تستفيد بيها. أنت كان عندك كده وجهة نظر إن طول ما أنت قبل ال30 وعندك فرصة إن أنت تجرّب، فقُلها لي بقى كده بالضبط كده من واقع خبرتك يعني. تمام. دي نصيحة أنا خدتها من أول team lead اشتغلت معاه في HP، كان اسمه شريف عبد الفتاح الله يمسيه بالخير، بجد يعني من الناس اللي أثّرت في الcareer بتاعي. قال لي: "أحمد طول ما أنت تحت ال30 جرّب كل اللي أنت عايزه، أنت شغّال system admin، شغّال database admin، شغّال programmer، شغّال middleware، شغّال support، جرّب كل حاجة أنت عايزها، طالما أنت تحت ال30. بعد ال30 لازم يبقى ليك career معيّن، لازم يبقى ليك شكل، خلاص أنت المفروض جرّبت، حطّيت إيدك على اللي أنت عايزه وبتكمّل فيه." من وجهة نظري الاستثناء الوحيد لو أنت مسؤول عن بيت، لو أنت مسؤول عن بيت إمم. لازم تركز لإن ما بقيتش أنت أهم حاجة دلوقتي، معلش مع احترامي ليك خلاص أنت بقيت مسؤول، بقى في بيت أهم منك، فخلاص لازم ده تركز وتكمّل في career معيّن وترسى على career عشان خاطر إن في دخل مهم لحاجة تانية، لكن لو أنت مسؤول عن نفسك بس جرّب، جرّب لإن في الآخر أنت هتيجي في وقت هتبقى حابب تجرّب، مش هيبقى عندك الفرصة. لأن طول ما إمم. أنت لسه بتبتدي في الcareer بتاعك ولسه ماشي بالذات في أول 5 سنين، ما حدش بيعِد عليك الخبرات بتاعتك، ما حدش بيقول لك أنت اشتغلت فترة قد كذا وليه ما استقريتش على حاجة، بعد كده بيبتدي بقى يتقال لك طب أنت دلوقتي كل شوية بتغيّر position، كل شوية بتغيّر شركة، كل شوية ما أنتاش راسي أنت عارف أنت عايز إيه، فده بيدّي انطباع مش حلو للشركات. فده رأيي الشخصي، طول ما أنت في التالتين جرّب، جرّب كل حاجة، بالذات لو في نفس الشركة، وبالذات لو حظك حلو في شركة تسمح لك إن أنت تغيّر الpositions داخليًا، أو تشتغل في كذا حاجة مع بعض في نفس الوقت، ده يعني ما تسيبهاش طول ما أنت تحت ال30. بعد كده جرّب بقى امشي في career معيّن، ركّز فيه بحيث إن أنت تبني career، لإن خلاص هتبتدي في فترة إن أنت عدد سنين خبرة بتتحسب عليها. طيب سؤال بقى عشان أنا نقابل يعني حد صاحبي في الموضوع ده هو لسه بيدرس، بس مثلًا عايز بقى إيه، شوية رايح للMultimedia، شوية بيفكّر في الcyber security، شوية هل يعني نصيحة التجربة اللي قبل ال30 دي تنطبق لو أنا عندي حتى مجالات مختلفة؟ يعني مثلًا مش إن أنا بادرس IT فأنا باجرّب في كل المجالات في الIT، لأ أنا ممكن باشوف لي مجالات برّه كمان الIT أو مجال دراستي عامةً يعني نصيحة عامة زي ما بيتقال. كل حاجة تقدر تطبّق عليها المبدأ ده، ده وجهة نظري الشخصية، ليه؟ لإن إحنا طبيعتنا في الcommunity بتاعنا في المجتمع بتاعنا بنبقى أكتر متبرمجين إن إحنا نمشي الtrack بتاع الدراسة، خلّصت دراسة إمم. هندسة معيّنة أو مثلًا كلية علوم أو مثلًا طِب أو كذا، بتمشي في الcareer بتاعك شوية،
ودي حاجة مهمة لأن أنت محتاج دخل عشان تجرّب فيه، إلا إذا فعلًا ما كانش فارق معاك الدراسة ساعتها فخلاص بتسيبها وتجرّب حاجة تانية ليها. بس الصح إن أنت تجرّب حتى لو career معيّن، حتى لو career مختلف مش لازم نفس الcareer. ده رأيي الشخصي، جرّب، لإن في الآخر كل واحد فينا بيمشي في طريق سواء أنت ممكن ما اخترتوش في الأول، بس بعد فترة لازم تختار اللي أنت هتمشي فيه، لإن هتفضل مع الcareer ده بقية حياتك. فما ينفعش إن أنت ما تجرّبش ده، لإن صدّقني أنت الواحد لمّا يبقى عنده حرية الاختيار هتُفاجأ من الناس بتختار إيه. دي حاجة أنا شُفتها إمم. قدّامي، يعني ممكن واحد بجد شغّال دكتور، أنا شُفت ده قدّامي، شغّال دكتور في الجامعة professor، جات له الفرصة إن هو يسيب ده كلّه يشتغل في حاجة بعيدة عن ده خالص في دولة تانية، قدّم استقالة، ساب ده وراح جرّب حاجة ومبسوط جدًا، لإن هو كان نِفْسه يعمل ده. مش باقول للناس اعمل ده عشان ما حدش ياخد كلامي أيوه، أيوه. والكلام ده، لكن أنا باقول لك إن في الآخر بجد هتبقى متعة لمّا تلاقي نَفْسك بتشتغل في حاجة أنت بتختارها، طالما تاني بجد طالما مش مسؤول عن حد، لإن طالما أنت مسؤول عن حد خلاص ده مبدأ من الآخر أنت ما بقيتش أهم حاجة، معلش مع احترامي أنت اخترت تبقى مسؤول عن حد، فما بقيتش أنت أهم حاجة، بس. طيب لو أنا دلوقتي أنا مثلًا دلوقتي باسمع عن الopen source والUnix وعارف إن في حاجة اسمها development وكده، هل لو أنا دلوقتي حابب أدخل المجال ده، هل على طول أروح أفتح LinkedIn أشوف إيه الوظايف المطلوبة وأشوف إيه الskills اللي محتاجها وأبتدي أشتغل عليها، هاروح أفتح اليوتيوب وأدوّر على courses free كده أتفرّج، أروح على طول أحجز مع training center أو مع instructor، أنت إيه رأيك لو أنا هادخل بقى المجال بتاع الopen source؟ لو هتدخل مجال الopen source أو أي مجال تاني، طالما أنت ما تعرفش عنه حاجات كتير، رأيي الشخصي لازم تلاقي mentor. إمم. دَوّر على mentor بجد أنا نفسي باكلم ناس عمري في حياتي ما قابلتهم، باخش أطلب منهم إن أنا عايز أتكلم معاهم، ولو ربع ساعة، تلت ساعة، لإن عندي أسئلة ليهم في مجال أنا نفسي أشتغل فيه. يعني وده إمم. حصل معايا مرّة كنت باحكي لك، مرّة دخلت كلمت director كبير في جوجل، بجد كلمته وبعت له رسالة وقُلت له: "أنا عايز أتكلم معاك تِلت ساعة لو متاح ليك." وده الavailability بتاعتي وخلاص، ده المواعيد بتاعته وسِبته. أنا تصوُّري الشخصي إن هو ما كانش هيرُد عليّا، بجد، يعني لو قُلت خلاص الراجل ده مش هيرُد عليّا ولو رَد مش هيرُد دلوقتي، يعني هيرُد مثلًا بعد أسبوع، أسبوعين أو كده. تِلت ساعة أو نُص ساعة بالضبط لقيته بيكتب لي nice to meet ما you، شاء الله. ما يعرفنيش، والله بجد ما يعرفنيش، أيوه. nice to meet you وكده، طَب أنا حاليًا في business trip هارجع كمان أسبوعين، اليوم الفُلاني الساعة الفُلاني تناسبك؟ قُلت له تناسبني، بعت لي meeting invite، بعد أسبوعين اتقابلنا. الmeeting كان نُص ما شاء ساعة، الله. قعدنا بنتكلم حوالي ساعة وربع. الميت بجد ساعة آه. وربع نتكلم في كل حاجة أنا كان نفسي فيها، فأول حاجة لازم الmentor، لازم يبقى معاك mentor، حد يمشّيك على الطريق، لإن هو مشي في الطريق قبل كده، ده معنى الmentor اللي هو حد مَر بنفس اللي بمَر بيه، بس لازم نفرّق ما بين إن حد هيحكي لك حكايته في الطريق اللي هو مشي فيه اللي أنت عايز تمشي فيه، صح. وما بين إن أنت تعمل copy paste للحكاية بتاعته. إحنا إمم. بنحب دايمًا يبقى حد مسؤول عننا، اعمل كذا، لأ، ما تدوّرش على حد يقول لك، لو لقيت حد أو mentor يقول لك اعمل كذا، اعرف إن هو مش فاهم يعني إيه mentorship، مش فاهم يعني إمم. إيه حد يشتغل كmentor، لإن ألِف، ب mentorship ما تقولش لحد تعمل إيه، أنت بتقول له إمم. تجربتك، بتقول له لو أنا مكانك هاشوف الموضوع كذا، ولمّا كنت مكانك شُفت الموضوع كذا، بس أنت في الآخر لازم تقرر. ما أنا عارف ومتأكد إن أنت تاخد قرار دي حاجة صعبة وحاجة مش سهلة وبتبقى قلقان وبتبقى خايف، بس صدّقني بعد أول 3، 4 قرارات تلاقي الدنيا ماشية معاك وتبقى متعة ما بعدها متعة. وجرّبها مع طفل صغير، جرّبها مع طفل، خلّيه يجرّب وهو مش خايف، بس خلّيه يجرّب هيفضل خايف، خلّيه يعني push عليه شوية عشان يجرّب، أول ما يجرّب مرّة، 2 حاول أنت بقى تعملها له، استحالة هيسمح لك أنت تعملها له، خلاص هو ده المتعة بتاعة إنه ياخد القرار بنفسه هيعملها. صح، صح، مليون المِيّة. يعني نقول إن أنا في الأول أدوّر على mentor أو أدوّر على حد ممكن من على LinkedIn، حد في المجال، أبتدي أسأله عن المجال. طيب لو أنا ده بقى رقم 1. اتفضل. ده رقم آه. 1. إمم. رقم 2، ابتدي، أنا كنت باعمل كده، مثلًا عايز وظيفة معيّنة، عايز أشتغل architect وده حصل لمّا ابتديت أبُص على الجزء بتاع الarchitect، إيه الconcept بتاع الarchitecture عامةً، تشتغل في الarchitecture عامةً، هل هو جزء أنت بتشتغل نظري بس، هل أنت بتعمل الdesign من واقع خبرتك، لكن أنت عمليًا بعيد عن الشغل العملي، بعيد عن الhands on، والّا أنت بتشتغل hands on architect، والّا أنت بتشتغل إيه؟ أنا بالنسبة لي ده كان جزء ما كنتش عارفه لمّا اشتغلته، كنت اشتغلته بشكل اللي هو إيه، باحُط خبرتي أو الknowledge بتاعتي مع الناس اللي هو شغالين architects already، تمام،
وباقول لهم كذا، فكنت باشتغل بجانبهم، بس ما كانش عندي حد. لمّا حبيت أشتغل ده اشتغلت مع mentor، لقيت حد mentor فضافني في الحتة دي. الحاجة التانية ابتديت أدوّر على الpositions online، حاجة online حلو أوي. LinkedIn أو أيًا كان المواقع اللي أنت عايز تخش عليها، وابتدي اقرا الjob description، اقرا الrequired skills، تمام، ده مطلوب كذا، 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 كذا. هتلاقي tools مثلًا أول مرّة تسمع عنها، هتلاقي حاجة أول مرّة تشوفها، ما تتخضش، لأن ده طبيعي، ما أنت حاجة ما اشتغلتهاش قبل كده، فطبيعي إن أنت حلو هتقابل أوي. tools ما تعرفهاش. دَوّر على الtool، اقرا عنها، مش هتعرف حاجة من أول مرّة ولا من تاني مرّة ولا من 10 مرّة، وهتلاقي نفسك تايه. أول ما تلاقي نفسك تايه، اعرف إن أنت ماشي في الطريق الصح. لإن لو أنت هتشتغل بجد والله، لإن أنت لو بتشتغل في شهادة أنت عمرك ما عرفتها قبل كده، وتلاقي نفسك ومتطمن وماشي في الطريق الصح، اعرف إن أنت ماشي غلط، لإن أنت أصلًا حاجة ما تعرفهاش، فعرفت الطريق الصح منين؟ إمم. أنت فاهم قصدي؟ لمّا تلاقي تحس إن أنت متطمن كده، لأ ده الطريق الصح، لأ معلش أنت ماشي غلط، ارجع تاني. اللي هو لأ، كان في حد عندنا في الteam، في أول team اشتغلت فيه خالص في HP، كان دايمًا يقول لي: "أحمد اوصل لمرحلة إن أنت تايه فعلًا، يعني أنت مش عارف تعمل إيه في التاسكاية اللي معاك، أول ما توصل للمرحلة دي هتلاقي طريق." هتلاقي بجد، إمم. اللي هو أنت بتوصل لمرحلة الحيرة، اللي هو أنت مش عارف ومش عارف أصلًا أنت بتفكّر في التاسكاية دي صح والّا لأ، لأ، هو ده النقطة اللي تعرف عليها أنت ماشي صح والّا لأ. فدي حاجة تاني، جزء تاني، إن أنت لازم تدوّر على الjob description وتقرا عن الtools نفسها، تمام. الحاجة التالتة ودي حاجة أنا كنت باعملها شخصيًا، ما أعرفش بقى الناس كانت تعملها والّا لأ، فترة من الفترات في أول كاريري خالص، كنت أحب أروح interviews كتير، الكلام ده مثلًا 10 سنين فاتوا مثلًا. ليه؟ عشان آخد خبرة الinterview، صح. عشان مش ما أنا أنا مشكلة أنا مع إمم، المدرسة دي. آه. أنا مع المدرسة دي فعلًا. في ناس بتخاف، في ناس بتخاف من الrejection، يعني في ناس بتخاف إن هي تخش interview وما تنجحش. فبصراحة دي آخر حاجة لازم تقلق منها، لإن الطبيعي إن أنت لو داخل تعمل interview وفي مثلًا 100 واحد مقدمين في نفس الوظيفة وهُم محتاجين واحد بس، فأنت نسبتك 1% يعني 1 مقارنة بال100 التانيين، تمام، إلا إذا أنت عارف نفسك كنت شغال فترة طويلة وعارف الskills بتاعتك، أو هُم اللي مكلمينك عاملين لك job hunting، تمام، هُم اللي جايين لك، فده موضوع تاني خالص. لكن طول ما أنت أنت اللي مقدّم وغيرك مقدّم زيك، تمام خلاص روح وجرّب وآسف بجد اقبل الرفض، حِب الرفض، يعني حِب إن أنت تترفض عشان يبقى عندك فرصة تانية تروح interview وأنت جاهز أكتر، فتحُط شروطك أحسن. لإن طول ما أنت رايح وأنت صح. ما أنتش جاهز أو أنت ما أنتش واثق في نَفْسك، فأي حاجة هتطلب منّك هتعملها، خلاص، أو هتوافق على إمم. أي offer بييجي لك، ده تمام. الحاجة التالتة أو الرابعة أيًا كان العدد، من وجهة نظري ما تبُصّش على الجزء المادي في الأول، دَوّر أنت مضبوط. كان بتشتغل إيه، عندك كده. آه، بتشتغل إيه وبتشتغل مع مين، بجد ده بيفرق جدًا، 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 بتشتغل إيه وبتشتغل مع مين، لإن أنت ممكن تلاقي job كويسة جدًا، بس ما يبقاش في team leader يشجّعك عليها، أو واحد يعمل لك mentorship جوّه الteam، أو senior engineer هو مش حابب إن أنت تتعلّم. لأ، لو أنت لقيت environment بجد كويسة، لو أنت لقيت مدير كويس ولقيت أو team leader كويس، ما تسيبهاش تاني وأنت لسه بتبتدي الcareer، إمم. ما تدوّرش على الجزء المادي تاني إلا إذا كنت مسؤول عن أسرة، ده موضوع تاني، بس لو أنت مع نَفْسك لأ، جرّب، جرّب واقبل إن أنت هتاخد مرتّب أقل من اللي أنت بتحبه، مجرّد إن أنت في المقابل بتتعلّم، تشتغل مع ناس تاخد منها خبرة، بتعمل CV، لإن أنت لو وحجم المشاريع كمان. وحجم المشاريع. بالضبط. وكمان لو بتشتغل مع الclients مباشرةً، دي بتفرق، لإن في شغلانات كتيرة بتدوّر على ناس تعرف تتكلم، ده جزء تاني هنتكلم فيه لو حابب، إمم. الجزء بتاع الsoft skills والجزء بتاع بالضبط. المهم أنت والbusiness بقى كشخص. والجزء بتاع الbusiness. بالضبط، إمم. بالضبط. طيب، لو أنا خلاص أنا شُفت المجال وعجبني، إمم. تاني حتّة بقى إن إحنا هل لقيت mentor، هل الجزء إن أنا عشان أبتدي أجهّز نفسي للtools والشغل، هل بادخل على طول باحجز كورس مع مكان، بادوّر على instructor، والّا ممكن بادّي لنفسي فرصة إني أبتدي أتعلّم أونلاين الأول، أشوف نفسي هل أنا هابقى شاطر في المجال ده أو عندي استعداد لتقبُّل ده والّا لأ، إيه رأيك؟ بُص، والله هو الاتنين كويسين، هاقول لك ليه، الجزء الأول بتاع الكورسات أو بتاع إن أنت تشتغل مع حد، دي حاجة كويسة لإن هو هيبقى عندك فرصة إن أنت تتكلم مع حد وتسأله أسئلة. ده ميزة إمم. إن أنت بتاخد كورس face to face مع حد، سواء أونلاين أو في مكان، يعني أقصد بس في شخص هو اللي بيدرس لك يعني، فاهم قصدي؟
فدي من الميزة بتاعته إن أنت هتلاقي حد يجاوب على أسئلتك، أو حد يحاول يvalidate يعني يقول لك إن إجاباتك اللي هي في دماغك دي صح، أو أنت ماشي في الطريق الصح، فدي ميزة ليها ميزة. العيب من وجهة نظري في الحتة دي إن أنت ممكن تفضل طول الوقت مستني حد يعمل لك تأكيد. أنت خايف من حتة تاني إمم. اللي أنت تبقى متحيّر، إن أنت تبقى مش متأكد، أنت فاهم قصدي؟ لكن لو أنت هتروح الcourse عشان حد يفتح لك الأبواب لtool معيّنة أو لتكنولوجيا معيّنة، لأ ده حلو، روح، روح، لإن في الآخر إمم. أنت محتاج تلاقي entry، مش entry point، محتاج تخش تلاقي باب تخش منه للتكنولوجي ده. أنا باحب آخد كورسات باخدها كده، باخد كورس عشان إمم. يتفتح لي باب. لمّا مثلًا هاخد AWS مثلًا كورس حاجة لأمازون تمام، للcloud بتاع أمازون، عايز آخد كورس، أنا مش رايح عشان حد يعلّمني tool، أنا عايز حد يقول لي ده الطريق اللي هتمشي فيه بعد ما تخلّص الكورس ده، أو أنا ألاقي الطريق اللي أنا هامشي فيه بعد ما أخلّص الكورس ده، ما محتاجش كورس تاني، إلا إذا حاجة إمم. very advanced مثلًا أنا عايز أعملها، تمام. الself learning ده حاجة يعني ما لهاش بديل سواء بتاخد كورسات أو لأ، يعني دي حاجة ما لهاش بديل، لازم تتعلّم تعمل self learning، لازم، 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 لإن أنت مش هتلاقي طول الوقت فرصة لحد يشرح لك. ممكن قاعد في الشغل في إمم. tool جديدة، لازم تبقى عندك الmechanism وعندك الطريقة اللي أنت بتعلّم بيها نَفْسك، سواء بقى بتعمل lab، تعرف تتعلّم تbuild lab عندك في البيت عندك تشتغل عليه، أو في الشغل عندك، لازم تتعلّم أدوات جديدة بجانب اللاب الشغل ده عندك. اللاب باختصار أنا آسف، لاب باختصار بس عشان لو حد برضه بعيد شوية، تمام. لاب إن أنت كإنّك عندك جهاز desktop أو لابتوب بتعمل له specs معيّنة وده كإنه اللاب بتاعك صح؟ ده المقصود بيه؟ تمام، أو بتستخدم مثلًا virtual machines، أو بتستخدم دلوقتي containers، أو بتعمل الlab بتاعك مثلًا على أمازون. تمام، إمم. في free tier account على أمازون، ليه limitations، أنا عارف الكلام ده كويس، بس ممكن تستخدمه في حدود معيّنة تقدر تتعلم بيها، فاهم قصدي؟ لو بتتكلم على جزء تعليمي، فده ممكن يبقى إمم. enough إن أنت تتعلم، مش إن أنت تبني business أو كده، أو very advanced environment، لأ، بس ده موجود، ده for free، تعمل account for free، تخش تبني الtools اللي أنت عايزها عليه، ومثلًا بtool حاجة اسمها infrastructure as a code tool مثلًا زي terraform، تبتدي تبني الenvironment دي حرفيًا في ثواني، وبعد ما تخلّص شغل ما تنساش تعمل لها delete عشان ما تدفعش عليها فلوس بعد كده، يعني في ناس إمم. بتبني الحاجة free tier وتسيبها، وبعدين تلاقي جاي عليها مثلًا فاتورة معيّنة لازم تدفعها، لأ، اعمل ده، ده for free وتقدر تعمله، ممكن تعمل عندك virtual machines في البيت، عليها لابتوب معيّن زي ما إمم. قُلت لك بspecs معيّنة، وتبني virtual machines وتبني الlab بتاعك وتشتغل عليه براحتك خالص، ده لازم يبقى ده ما لوش بديل، يعني مهما كان بتشتغل فين، مهما كان بتشتغل إيه، ده لازم يبقى عندك في شغلك أنت، لازم حاجة بجانب الشغل. طيب على ذكر الtools بقى أنا فاكر إحنا كنا مرّة بنتكلّم وحكيت لي الفرق ما بين اللي بدأ في مصر واللي بدأ برّه في حتّة التأسيس، على حتّة الtools فإحنا برضه يعني ناخدها معانا كده في الrecord. تمام، تمام. دي حاجة مهمة، كنت زي ما كنت باقول لك يا أحمد، مثلًا لمّا رُحت اشتغلت في من الشركات اللي شغال فيها، الاقي حد مثلًا ماسك الtool هو قاعد شغال عليها 5، 6 شهور ما بيعملش حاجة غير الbasics، وحرفيًا الbasics اللي هو مثلًا حاجة زي Ansible، هو ما بيعملش أي حاجة غير حاجات بسيطة أوي، اللي هو أنا أعرف أعمل حاجات very advanced عندي، تمام، فكنت أقول له تعالَ أنا هاوريك مثلًا تعمل حاجة advanced دي، يقول لي لا، لا، لأ سيبني، هو مش عايزك تقول له، هو عايز أولًا يdiscover الfeatures بتاعة الtool دي بنفسه، يشوف الأدوات بتاعة الtool دي هو بيعرف يستخدمها إزاي. تاني حاجة لازم إمم. يعرف الbasics، لازم. أنا في أدوات معيّنة مش لازم Ansible، بس أدوات تانية باعرف أعمل فيها حاجات advanced، بس باعرف أعمل فيها تاسكات، لإن تبع الشغل اللي كنت محتاج أتعلمه تاسكاية على tool معيّنة، لكن الtool نفسها ما عنديش الbasics بتاعتها، لإن ما اشتغلناش في ده. مصر مثلًا معظم الوقت أنت بتشتغل الجزء بتاع اللي أنت محتاج تعمل التاسكات، فبتعمل task معيّنة على tool معيّن، لكن تعالَ بقى برّه الtask دي تعرف إيه عن الtool؟ ما تعرفش كتير. تلاقي نفسك إمم. وقفت. هم برّه بياخد 6 شهور، سنة يشتغل في الbasics، يعرف كل الbasics، بعد كده هو بيعمل التاسكات الadvanced زي ما أنت بتعملها وأحسن، لكن هو بيعرف الbasics عنك. فدي إمم. حاجة من الحاجات اللي اتعلمتها، اللي هو خُد وقتك بجد تتعلم أي tool مهما كان. خُد وقتك، خُد وقتك، ما تستعجلش في إن أنت تبقى أحسن واحد في الtool، ما أنت مش بتخش race مع حد. يعني دي حاجة أنا اتعلمتها. إحنا دايمًا بنحاول إن يبقى أحسن حاجة في كل حاجة بنعملها، ووجهة نظري دي أوحش حاجة في الدنيا، اوعى تبقى أحسن حاجة في كل حاجة بتعملها، ممكن تكون أحسن حاجة في حاجة أو 2 بتعملها،
لكن في حاجات بتعملها نُص، نُص، في حاجات بتعملها 70%. أوكي، that's okay accept it يعني إيه، عيش معاها، لإن دي مش كل حاجة هتحرق نفسك إن أنت تبقى 100% فيها، مش هتنفع، يعني هتيجي في وقت معين وهيحصل لك burn out. طب الشركات مش هتدوّر على حد الجوكر الكويس في كل حاجة؟ لأ. لأ، دي حاجة ده برضه misconception. يعني الشخص اللي إمم. هم محتاجين إن هو يبقى perfect في كل حاجة، ده هم عارفين برضه إن هو برضه مع احترامي هيدفعوا له مبلغ كبير برضه لإن هم نفس الشركة، أنت جايب حد يعني بالبلدي كده بلغتنا بيطلّع نار من بُقّه، طب ما أنت لازم تدّي له المناسب ليه، أنت فاهم قصدي؟ هم لازم، وهو حتى على فكرة يعني أنا في وقت من الأوقات كنت باشتغل برضه باhire ناس تمام، كنت أنا اللي باعيّن الناس، وكنت إمم. عندنا في الteam مثلًا أو كده. لازم يبقى في margin للتطور. لو أنت جايب واحد بيشتغل وظيفة هو عارف فيها كل حاجة، أنت عارف ومتأكد إن الشخص ده مش هيكمّل عندك بعد سنة. خلاص هو بعد سنة بيكون إمم. عمل كل حاجة، خلاص هو بيبقى زهق، زهق بجد يعني اللي هو إمم. خلاص ما فيش حاجة تانية يعملها، فهو هيدوّر على حاجة تانية. فلو أنت ما عندكش مساحة للشخص ده إن هو يتطور في الوظيفة دي، مش هيكمّل معاك فترة طويلة، أنت نفسك هتخسره بعد فترة. ما فيش شركة بتدوّر على حد perfect إلا إذا بيدوّر على حد لتاسكاية دلوقتي. أنا عايز أحمد، أحمد بيشتغل ERP perfect في الحتّة دي، أنا عندي مشكلة في الجزء الsystem بتاع الERP، أنا عايز أحمد أعيّنه 6 شهور هيحل لي المشكلة، تمام، بس أنا مش عايز أكتر من كده، ما بنتكلمش على اللي كتير، إحنا يعني بنتكلم على لازم كل تاسكاية. واحد يعرف يقيّم كل واحد لازم يعرف يقيّم نَفْسه، تعرف أنا هابقى إيه الحاجات اللي شاطر فيها ومتفوّق، إيه الأدوات اللي أنا باشتغلها وباستخدمها ومتميّز فيها. بالضبط، ولازم دي نقطة مهمة أوي يا أحمد اللي أنت اتكلمت فيها بجد، ما تستناش حد يقول لك قيمتك. ما تستناش إمم. وما تسألش زمايلك هو كل واحد بياخد كام. أنا عمري في حياتي ما سألت واحد بيقبض كام في الsalary بتاعه، سبب بسيط لأن ممكن دلوقتي يفيدني. أنا سألت أحمد، أحمد بيقول لي مثلًا هو بياخد 10 قروش، أنا كنت متأكد مثلًا لأ الجزء الكويس 7 قروش تمام، لأ ده أحمد قال لي 10 إمم. فإيه ده لأ تمام، طب أنا هاطلب 10 تمام، طب افترضنا إن أنت مثلًا أنت اللي كنت شايف إن هي 10 وأحمد قال لك لأ ده 7 قروش، والناس بتاخد حوالي 7 إمم. قروش، هتعمل إيه؟ هتنزل ل7 قروش؟ مش لأ. هتنزل، لإن أنت هتبقى حاسس لو نزلت إمم. هتبقى مش مبسوط، صح؟ إمم. ما تبُصّش بس على الجزء الميزة فيها، لإن برضه هتلاقي لها عيب، أنت فاهم قصدي؟ ف إمم. قيّم نفسك، شوف اللي أنت تستحقه، دوّر طبعًا في أدوات كتيرة أو websites كتيرة هتقول لك الposition ده في الشركة دي أو في البلد ده عامةً إيه الrange بتاعة الsalaries تمام، وحاول تقيّم نفسك، أنت حاليًا بتاخد كام؟ طب اللي أنت بتاخده ده أصلًا ودي حاجة مهمة معلش أنا محتاج دقيقة أقول فيها الحاجة دي، لإن بجد، بجد ناس كتيرة بتبقى مش فاكراها أو مش مهتمية بيها، وهي هل اللي أنت بتاخده ده فعلًا مقابل الشغل اللي أنت بتعمله؟ لإن في ناس كتيرة بتبقى مفكرة إن هو الشطارة إن أنا آخد أكتر من اللي أنا باعمله، صدّقني مش شطارة، ما مش هتتبسط مش هتتبسط بيه، لازم تبقى عارف ومتأكد إن اللي أنت بتاخده على الأقل، على الأقل أنت راضي مقارنةً بالشغل اللي أنت بتعمله، ما بتعملش شغل أقل من اللي بتاخده أو العكس. فدي حاجة مهمة جدًا، قيّم نفسك، اعرف الsalaries بتاعتك، وشوف أنت هتقبل بإيه، دي حاجة. الحاجة التانية الجزء بتاع الbenefits مش بس salary، مش بس salary إمم. الenvironment كويس أنت شغال فيها دي نعمة من ربنا، لإن أنت ممكن تشتغل أنت في على environment الstrencher وحشة كمان في الأول على حتة الmanager والteam leader لو أنت معاك team leader كويس وmanager كويس، دي أنت بالضبط. قُلت دي بفلوس يعني. طبعًا، لإن مثلًا الله لا يقدّر تصوّر حد مثلًا يشتغل في environment دي جابت له بعيد الشر الضغط والسُكّر وكان ما هيروح يصرف الفلوس اللي بياخدها زيادة على أدوية، بعيد الشر يعني عن الناس جميعًا، ما إمم. زي دي ليه كمان، أنت تروّح بيتك متطمن إن ما فيش حد هيقعد يتصل بيك 20 مرّة بعد الشغل وتعرف تقعد مع أهلك شوية وكده، دي لها تَمَن. إن أنت عارف إن أنت لو حصل مشكلة في الشغل في حد في ضهرك، ما هو بيحصل إحنا بني آدمين ممكن نغلط في لحظة، صح. لو في حد في ضهرك دي ليها تَمَن، مش أول ما تحصل مشكلة يقول لك لأ ده أحمد هو اللي عامل المشكلة ما ليش دعوة، وهو الteam lead إمم. بتاعك أو هو إمم. المanager بتاعك بجد يعني اللي هو يا عم إحنا الاتنين في نفس المركب يعني إحنا هنقع مع بعض، لا ما صح. ليش دعوة أنا هاسيبك، لأ في ناس كده، في ناس كده وليها تَمَن. الحاجة التالتة الbenefits نفسها بتاعة الشركة، طب هل في bonus كويس؟ هل في أصلًا من وجهة نظري من أهم الحاجات الجزء الbudget بتاع التعليم، هل في budget للكورسات؟ هل في budget إن أنت تاخد كورسات معيّنة، تاخد certificates معيّنة؟ دي مهمة، وهكذا، في benefits كتيرة، فمش بس أنت النقطة الأساسية لازم أنت اللي تقيّم نفسك، وده حصل معايا، يعني في شركة حصل interview فيها من حوالي 5 سنين حاجة زي كده، وكانت شركة حلوة، وكانت شركة جميلة وكنت حابب إن أنا أشتغل فيها،
قلت لهم الاكسبكتد سالري بالنسبه لي، تمام، قلت لهم انا رينج، ما بديش رقم، هو بيبقى رينج، تمام. فالمدير كلمني، راح مكلمني مباشره، قال لي بص يا احمد، انا ممكن اتفق معاك ان انت السالري ده مناسب ليك، بس انا لو اديتك السالري ده هبوظ التيم عندي. انا اعلى واحد مم. في التيم عندي بياخد كذا بجد، قال انا اعلى واحد في التيم عندي بياخد كذا، انا مش هديك اعلى واحد، لان مش هينفع تبقى جاي جديد وتاخد اعلى واحد في التيم، فانا اللي اقدر اديه مظبوط. لك من كذا لكذا، هل ده مناسب ليك؟ شكرته جدا، قلت له اشكرك جدا على كده، بس ده ما يناسبنيش، خلاص. وبعد فتره اشتغلنا مع بعض، لان هو جاب له بوزيشن اعلى، قال لي السنه الكامله ده بوزيشن اعلى، بس احنا مش عندنا تعيين ليه حاليا. بعد كده جاب ما شاء الله ما شاء الله. خلاص. بص، اعرف قيمه نفسك، قول اللي انت عايزه وما تخافش، لان في الاخر مش هتاخد اكتر من ربنا عايزه، بس. ونعم بالله. طيب انا مبسوط جدا والله، انا سرحت معاك في الشغل. انا بس حابب كده كام حاجه تكنيكال عشان برضو ما نطولش قوي. انا كنا بنتكلم برضو ان احنا بيبقى عندنا مثلا بروفايل، ده مثلا بيشتغل نتورك، بيشتغل سيس ادمن، بيشتغل سكيورتي برضو. البروفايل ده انا فاكر انت كنا حابين نهايلايت عليه شويه، وكان عندنا بروفايل تاني بتاع الديفلوبر، فلو ندي بس منشن لكل بروفايل من دول. تمام، بص اكلمك الاول في الجزء بتاع اللي هو النتوركينج والسايبر سكيورتي والسيس ادمن والكلام ده. من وجهة نظري ما بقاش في البوزيشن بتاع اللي هو بيور نتورك ادمنستريتور، ما بقى يعني بيور سيستم ادمن، تمام. ده ما بقاش، تمام. الكونسيبت ده ما بقاش موجود. ليه؟ اولا لان كل التولز دلوقتي بتشتغل مع بعض، انا ما ينفعش اكون سيستم ادمن وما اعرفش حاجه عن النتورك، ما ينفعش، لان انا اصلا كل شغلي هخبط في النتورك كل يوم. ما ينفعش تمام. ابقى مش فاهم الكونسيبت بتاعت النتوركينج، مش فاهم الراوتينج، مش فاهم يعني ايه اي بيز، مش فاهم يعني ايه في لاس، مش فاهم يعني ايه سب نت، مش فاهم يعني ايه سويتشنج، مش فاهم، مش عارف ان انا اعمل حتى ترابل شوتنج لاي مشكله عندي. ما ينفعش تقول انا بشتغل كسيستم ادمن ومش فاهم ده. ما ينفعش حاليا ان انت كسيستم ادمن وما تعرفش حاجه عن كوبرنيتس مثلا، او عن الكونتينرايزيشن عامه، والكونتينرايزيشن تكنولوجيز، دوكرز وبودمان وكل عده نيمت. يعني عندك، مش عايز اخش في حته ان انا اقول اسامي عشان ما تبقاش الفكره اسامي، هو الفكره فكره التكنولوجي نفسها. ما ينفعش ما تبقاش معاك ادوات للاوتوميشنز، ما بقاش يعني ما ينفعش ما تستخدمش حاجه زي انفراستراكشر از كود تول مثلا زي تيرافورم، ما استخدم زي ما انا قلت مثلا، او انسبل حاجه سيستم كونفيجريشن، او بروجرامنج لانجوج زي بايثون. ما ينفعش تشتغل في جزء ده من غير ما تعمل، بتبقى متعلم ده. ما بقاش فكره البوزيشن ديديكيتد تولز، لا، هي بقت فكره كباندل، اللي هو الفكره بتاعت الاريا. لازم تبقى فاهم السكيورتي مع النتورك مع الاوتوميشن مع السيستم ادمنستريشن مع الجزء ده، لان ده اساسيات شغلك. انت مثلا ممكن تركز اكتر في السكيورتي، اوكي، بس لازم تبقى عارف اللي حواليك، بس. طب وده بروفايل ديفلوبر اعتقد هيبقى نفس المثال برضه، ان من اول ما انا بكتب ديف اوبس او بشتغل مثلا لازم يكون عندي باك جراوند عن السكيورتي، صح ولا؟ تمام. الديفلوبر، لو بتتكلم عن الديفلوبر كبروجرامر او كده، ما برضه لازم تبقى عندك الكونسيبت بتاع السكيورتي. انت لما تيجي تكتب كود، طب ما في حاجه اسمها سكيور كود كونسبتس، هتكتب سكيور كود امم. كونسبتس بناء على ايه؟ ما هو انت لو فاهم الجزء مثلا بتاع الابلكيشن سكيورتي، لو انت فاهم الجزء بتاع الابلكيشن سكيورتي لايك ستاتيك سكاننج، دايناميك سكاننج، كل الحاجات دي انت لازم تبقى عارف الفولنربيلتيز اللي بتبقى موجوده عليه، الفولنربيلتيز بتاعت الداتابيز، الفولنربيلتيز بتاعت الويب ابلكيشنز، لازم تبقى فاهم ده كله. الجزء التاني انت بتشتغل على ايه؟ يعني انت بتتبرمج على اني تولز، على اني اوبريتنج سيستم. لو انت هتستخدم لينكس، فلازم تبقى فاهم على الاقل البيسكس بتاعت اللينكس، تعرف تبني الانفايرمنت ديفلوبمنت انفايرمنت بتاعتك، لازم تبقى فاهم يعني ايه لايبريز في الاوبريتنج سيستم بتاعت اللينكس، بتستخدم اني لايبريز. لو انت هتبقى امم. تستخدم مثلا، بتبقى لو ليفل بروجرامر شويه، تخش في الجزء مثلا بتاع السيستم كورز وبتاع الكيرنلز وكده، فلازم تبقى فاهم الاوبريتنج سيستم اكتر نقطه. يعني ده جزء انت بتعمل بروجرامنج، ده جزء في الاوبريتنج سيستم. لو انت هتشتغل جزء للهاردوير، فلازم تبقى فاهم الاوبريتنج سيستم، وهكذا. الديف اوبس انا مش بعد ده مش ديفلوبر، ممكن ده جزء اكتر في الانفراستراكشر، هو الاثنين مع بعض. اللي هو الديفلوبر امم. والاوبريشنز. بس وجهه نظري هو دلوقتي اتاخد اكتر في الحته بتاعت الانفراستراكشر اكتر منها كديفلوبر. خلاص، يعني امم. الجزء ده بقى من وجهة نظري انا بشوف دلوقتي معظم الناس بتركز في الحته بتاعت السي اي سي دي، اللي هو الكونتينوس انتجريشن، كونتينوس ديفلوبمنت اور ديليفري تول، زي مثلا جيت لاب، جيت هاب، مش عارف ايه الكلام ده. ده الجزء، لكن الجزء كبيور ديفلوبمنت، هو بيستخدم التولز دي، لكن هو مش بيعمل لها ادمنستريشن. تمام. قصدي هو مش حلو هو قوي. مش بيادمنستريت، او مش بيكتب بايب لاينز كود. في ناس بتحب تعمل ده،
اوكي يعني مش ده المعيار، يعني انت فاهم قصدي، لكن المعيار ان الطبيعي انت بتستخدم التولز بس. طيب انا حابب بس كده هاخد من الباك جراوند التكنيكال اللي احنا بنتكلم عليها. هل معنى كده ان انا خلاص راجل طول حياتي تكنيكال وزيرو وان، ما ابصش على البيزنس، ما ابصش السوفت سكيلز، ان انا لو بتكلم مع كلاينتس بتكلم مع التيم بتاعي، لو انا هترقى بقيت مسؤول عن حد. فعندي حاجتين حابب كده نعمل لهم منشن سريع عن السوفت سكيلز والبيزنس نوليدج. هل انا محتاج اعرف بيزنس؟ انا راجل تكنيكال، ليه ممكن احتاج ان انا اعرف بيزنس؟ تمام. هبتدي بحته البيزنس، بما انها كان اخر حاجه اتكلمت فيها سالت عليها يعني. ما ينفعش تبقى راجل تكنيكال ومش فاهم ازاي اصلا انت بتبقى موجود في الشركه. يعني ده الاساس، ما هو انت امم موجود في الشركه عشان في بيزنس نيد، صح؟ اللي مظبوط. في حاجه معينه اتباعت للكاستمر، فالحاجه دي لازم بقى نبنيها، سواء بقى دي كانت تول، سواء كايا ما يكن كانت ايه. فمحتاجين ديفلوبرز، محتاجين سيس ادمن، محتاجين وات ايفر. الناس دي هتتعين بناء على ده. تمام. فده الاساس. تمام. طب انا دلوقتي ببتدي شغلي، فببقى مركز على التاسكات اللي انا بسلمها. عليت شويه، بقى ليا وجهه نظر في اللي احنا بنعمله. مش بس ان امم انا هعمل تاسكات معينه، لا، انا بقى ليا وجهه نظر. انا شايف ان التول دي احسن من التول دي، او انا شايف ان الطريقه اللي احنا نعمل بيها الابليكيشن ده بقت احسن، شو احسن من الطريقه دي. فمين اللي بيدفع فلوس في ده؟ ما هو البيزنس. لو انت هتفضل باعد نفسك عن البيزنس، مش هتعرف تتكلم اللغه بتاعت البيزنس. مش هتعرف تقول للشخص اللي هو مسؤول عن البيزنس تقنعه بفكره عندك، او تقنعه بتول معين. لو انت مثلا، انا ممكن اديك مثال لاحمد عليا. في فتره، جيت فتره قلت للمانجر بتاعي انا عايز اشتغل برودكت اونر بجانب الشغل بتاعي. ما كانش بانج، ودي كانت حاجه كانت اوفر ممكن ضغط سريعا عليه. بس تقول لي بس يعني تعريف سريع كده لو حد ما يعرفش يعني ايه برودكت اونر؟ تمام. البرودكت اونر هو الراجل المسؤول عن البرودكت قصاد الكاستمر او قصاد البيزنس. بمعنى هو الراجل المسؤول عن الفيتشرز بتاعت البرودكت، هو مسؤول عن ان انت البرودكت ده يطلع من الديفلوبمنت يروح على الكاستمر باختصار. فهو مسؤول عن ان هو يتكلم مع الكاستمر، يتفق معاه ايه الفيتشرز الموجوده، ايه الحاجات اللي هتبقى موجوده، يجي عندك يقول لك والله دي الفيتشرز، دي الاولويات بتاعت الفيتشرز. تمام. هو بيخلي البريورتيز. تمام. وبيتفق معاك كتيم، كديفلوبمنت تيم، انت هتاخد قد ايه، لان هو كمان ليه تايم لاين. هو متفق مع الكاستمر ليه بادجت معينه، وبيتفق يقول انا محتاج ده يبقى في قد كذا، هتقدروا تعمله لي او لا، او هنعمله. طب تمام. ده الاولويات. بس هو ملوش دعوه ان يقول لك تعملها ازاي. بس ده حلو. فرق مهم، فرق انا محتاج ايه، انا عايزك تعمل ايه. هنا دوري بيخلص، بحدد لك الاولويات، هنا دوري بيخلص كبرودكت اونر. لكن هتعملها ازاي، ده التيم بقى هو اللي بيقول انا اعملها ازاي. فده الجزء. فعشان كده ده جت الفتره اللي انا كنت عايز اتعلم بقى دي، عايز اتعلم ان انا اتكلم مع كاستمر، عايز اتعلم ان انا ابيع فكره. اصلا يعني لو انا عندي فكره طول معينه انا شايف ان هيبقى لها استفاده، الناس دي تتكلم لغه ماني وايز، بس انت هتوفر لي ايه. مم. انا لما اروح للكاستمر دلوقتي اقول له انا هشتغل التول دي بالشكل الفلاني بالحاجه الفلانيه، هو هيقول لي تمام انا مالي اعملها. في الاخر هو انا عايز ده. هلاقي استفاده للكاستمر؟ اصلا هلاقي فيه فايده؟ لو ما فيش فايده صدقني، مش مهما كانت التول كويسه مش هتفرق. فلازم تتعلم اللغه بتاعتها، لازم تتعلم ان انت كتكنيكال، والجزء التكنيكال انت شايفه ده حلو، بس هل ده هيفرق معاهم؟ هنا بقى الجزء مم. بتاع البيزنس. فاهم قصدي؟ وده كنت محتاج ان انا حلو. اتعلمه. مش هتتعلمه غير اما مم. تشتغل. تلاقي نفسك عندك فكره تكنيكال عبقريه، بس بيزنس وايز يقول لك يا باشا لازم عندي اصلا. يعني مش من يعني ده، فممكن يجي لك وقت بالعاميه كده ملهاش بيعه. بالظبط. بالظبط، ملهاش بيع مم. خالص يعني. مم. طيب نروح على الجزء بتاع السوفت سكيلز. هل انا راجل شغال ديفلوبر او شغال تكنيكال، يعني الامبريلا بتاعت الاي تي، لازم يبقى محتاج سوفت سكيلز؟ انا راجل مني للماشين على طول، اخري بتكلم مع التيم بتاعي، هل انا محتاج سوفت سكيلز هتبقى عندي كويسه؟ طبعا لو ما عندكش سوفت سكيلز في اي حاجه في حياتك مش هتمشي. يعني في مصر احنا عندنا مثل جميل قوي كده، انا بحبه جدا، لو بقول لك لاقيني ولا تغديني، اللي هو الكلمه الحلوه بتفرق. بالظبط. اللي صح هو صح. انت ممكن بص تعزمني بكل حاجه، بس انا اسف في الكلمه تبقى اسلوبك مش حلو. تمام. فمش مم. هتقبلها منك. انت فاهم قصدي؟ بالبلدي كده السوفت سكيلز، اللي هو انت تعرف ابقى بقابل احمد مبسوط من احمد. تمام. اعرف مم. اتكلم، اعرف ان انا اوصل فكرتي بشكل اللي قدامي ما يزهقش مني. فاهم قصدي؟ سوفت حلو. سكيلز كذا حاجه. اول حاجه واهم حاجه من وجهه نظر الكوميونيكيشن سكيلز. تمام.
وعشان تبتدي communication skill صح لازم تعرف نفسك. ما تعرفش إمم. غير إحنا دايمًا بنبُص على غيرنا، دايمًا بنبُص هو غيرنا دي أو غيرنا شايفنا إزاي. لأ أنا آسف انسى ده كله، أنت شايف نفسك إزاي، تعرف إيه عن نفسك، تعرف إيه عن القيم الأساسية عنك، دي أهم حاجة. الvalues الbasic values أو الcore values بتاعتك. جالك إيميل من المدير بتاعك بيقول لك يا أحمد خلّص الcourse ده والمادات الcourse بتاع الشركة دي مثلًا لحد بُكرة. أنت شُفت الإيميل تمام، إمم. خلاص أنت قريت الإيميل وهتعمل اللي المدير عايزه. تمام، قال لك بُكرة آخر النهار تكون مخلّص الcourse. حلو وبس. طب أنت بقى وصّلت رسالة إيه للمدير؟ ولا حاجة. أنت وصّلت أنت المدير ما يعرفش عنك حاجة دلوقتي، هل أنت شُفت الإيميل والّا لأ؟ إيه الديسيشن اللي أنت صح. خدته؟ طب هو أنت هتعمل اللي هو عايزه والّا لأ؟ طب أنت عندك اعتراض على اللي هو عايزه؟ طب أنت عندك تاسكاية أهم؟ وما فيش أي حاجة. بس في حين إن أنت لوحدك بعيد عن المدير، أنت خلاص قريت الإيميل ومقرر أنت تعمله. في gap في النُص. دي حاجة اسمها إمم. الacknowledgement. كفاية إن أنت تبعت إيميل تقول okay I'll do it أو I will keep you posted tomorrow. خلاص هو فِهم. لكن إحنا ما عندناش الجزء بتاع الacknowledgement. تاني حاجة الpresentation skills. هو أنت بتتكلم مع الteam بتاعك، ما أنت بتحكي لهم حكاية أنت بتشتغل إزاي. الpresentation skills ده فيلم لوحده. أنت لازم تretain الattention بتاع الناس، لازم تجذب انتباههم من أول. لازم يبقى في جزء اللي هو أنت عايز توصّل لإيه. لازم في جزء للنهاية. ما ينفعش إن أنا عملت presentation حلوة جدًا بس ما لهاش conclusion أصلًا. يعني إيه بقى الconclusion، إيه بقى النهاية بتاعة الpresentation؟ ما فيش. الناس هتبقى داخلة وخلّصت الpresentation وما فيش أي connection ما بينك وما بينهم بعد كده. ده جزء لازم تتعلّمه، لإن في ناس أنت بتبقى technically شاطرة جدًا، 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 بس ما بتعرفش تبيع شغلها. وبتيجي تتكلم صح. معاه صح. تلاقيها آسف في الكلمة فَظ جدًا في التعامل. ما ينفعش، ما ينفعش. إمم. وفي كذا حاجة تانية يعني أنا ممكن نتكلم دي بقى ده فيلم لوحده يعني. أيوه بس صح. لأن أنا أصلًا interested في الحتة دي. أنا شخصيًا interested جدًا في الحتة دي وباخد كورسات كتيرة في الجزء ده. بس كمان interested في الpsychology. يعني أنا باخد كورسات psychology كتيرة للحتة دي مش مع psychologist. لأ أنا بادرس الكورس نفسه يعني بس دي الفكرة. لأ أنا عارف، وإحنا كمان لمّا اتكلمنا عشان نسجل الحلقة، أنا عارف إن أنت ما شاء الله كان عندك knowledge كبيرة حابب توصّلها للناس، الله يخليك. وما شاء الله. طيب أنا عشان برضه عشان الوقت، حابب بس حتّة تمام. كده أخيرة نعمل لها mention الculture، بحكم إن أنت ما شاء الله اشتغلت في مصر، اشتغلت من جوّه مصر remotely اتعاملت مع جنسيات برّه، وما شاء الله حاليًا أنت برّه مصر في Europe أنا عارف. آه. فسريعًا كده كلمة الculture بتمثّل إيه؟ الculture بتمثل القيم بتاعة المجتمع. يعني أدّيك مثال من ضمن المجتمعات اللي هي من وجهة نظري عند الناس معظمها سوء تفاهم عنهم هم الهولنديين. الناس تبُص لهولندا من برّه تمام، هو إمم. ناس tolerant ناس open كل حاجة. هم ناس حلوين مع نفسهم. أنا مش باقول إن هم ناس وحشين تمام، بس تخش قيمة المجتمع نفسه. تعيش هناك في فترة، كنت عايش في هولندا في فترة. لمّا تيجي تبُص على المجتمع هو very individualistic. هو القيمة الأساسية إمم. بجد. وده أنا أول ما رُحت عيّنت coach، اشتغلت مع coach. ده لازم حاجة كنت أعملها، لإن كنت عايز أفهم الculture بتاعة البلد. فاشتغلت مع coach من البلد هناك. شرحت لي وورّيت لي القيم الأساسية بتاعتهم. أعلى قيمة في هولندا هي الindividualism. الindividualism إمم. اللي أنت تبقى شغال لوحدك. وحرفيًا ممكن حد ييجي الشغل من أول ما يخش لحد ما يمشي ما يقولش لحد صباح الخير. وده عادي. ده إمم. ما حدش هياخده. لمّا تفهم بقى إن ده الculture ورا الموضوع خلاص مش هتاخدها بشكل personal. لإن هو مش بيتارجتك أنت تمام، هو ده إمم. طبيعته. أنت فاهم اللي هو قصدي؟ العكس عندنا تمامًا، فاللي هو لو بالضبط. أنا مش متفهم إن اختلاف الثقافة ده بالنسبة لي أنا هاخد موقف، أقول هو متضايق مني، هاقول هو بيعاملني وِحِش، فلازم أبقى بالضبط. فاهم طبيعة الشعب أو يعني الteam اللي أنا باشتغل معاه. بالضبط. بالضبط. فده جزء. الجزء التاني بمعنى إن أنت لازم من وجهة نظري من أحلى الحاجات اللي اتعلمتها هنا، إن أنت لازم تبقى متأكد أنت عارف أنت عايز إيه من ناحية. ومن ناحية تانية ما تحاولش تستنى حد يقول لك تعمل إيه. تمام. أنا أول ما اشتغلت في HP جملة موجودة في ودني لحد دلوقتي ما راحتش. أول أسبوع اشتغلت فيه في HP الكلام ده من 15 سنة بجد. كان عندي مدير الله يمسيه بالخير اسمه يا رب. باشمهندس ياسر قيرة. بجد من الناس اللي فرقت معايا هو وباشمهندس ياسر مكاوي. باشمهندس ياسر قيرة أول كلمة قالها لي، قال لي: "بُص يا أحمد الشركة هنا مليانة فرص، مليانة، فيها فرص من كل ناحية، بس اعتبرها إن هي open buffet زي open buffet زي ما بنقول. ما حدش هيجيب لك طبق يقول لك كُل. لازم تروح أنت إمم. تروح بنفسك تجيب الطبق وتاكل."
فلازم أنت تدوّر على الopportunity وتقول أنا عايز ده، وتشوف إيه المطلوب منك وتحاول عشان تشتغلها، الopportunities موجودة، بس ما حدش هييجي يقول لك خُد. ده الفرق بقى، إحنا مستنيين حد يقول لك تعالَ خُد ده تشتغل من أول ما تبتدي تشتغل لحد ما تخلّص، إيه اللي هيحصل؟ ما فيش حاجة اسمها كده في الحياة، ما إمم. فيش. لازم في risk، في جزء مش معروف، في جزء unknown وبالذات وأنت بتبتدي، تمام؟ ده الجزء بتاع ده جزء ليه علاقة بالculture وله علاقة بالculture بتاعة الشغل، اللي هو حاول إن أنت طول الوقت تفصل ما بين إن ده شغل وما بين حياتك. أنت حاجة مهمة وممكن من أهم الحاجات اللي موجودة في حياتك، بس لازم تبقى عارف إن أنت لو ما لكش حياة أو جزء جنب الشغل برّه الشغل، أنا عارف مش كل حد بيبقى متاح عنده ده، وعارف إن الدنيا صعبة مضبوط. كتيرة والكلام ده، بس أقصد طالما في فرصة حتى ولو هواية واحدة، حتى لو حاجة واحدة تعملها جنب الشغل، هيفرق معاك جدًا في الشغل، صدّقني، ده مش بعيد عن الشغل، هيفرق معاك جدًا في الشغل، لإن أنت هتحس إن أنت تعرف تفصل، وتعرف إن أنت تلاقي منفذ برّه الشغل. بس إمم. ده جزء برّه بيعملوه كويس جدًا، ما بيعرفوا يفصلوا، مش باقول إن هُم ما بيشتغلوش كتير على فكرة عشان الناس بس عندها الmisconcept ده، إن هُم 8 ساعات، 7 ساعات وبيسيب ويمشي، ممكن في ألمانيا كده، يعني أتّفق معاك، ممكن في هولندا شوية كده، تمام، بس مش كل الدنيا كده، مش كل أوروبا كده، في ناس بتشتغل 10 ساعات و12 ساعة وبتشتغل كتير جدًا، ما فيش مشكلة بالنسبة لهم، بس هو بعد ما بيخلّص بيعرف يفصل شوية، بيعرف إمم. يلاقي مساحة لنفسه بعد ده. فاهم قصدي؟ فده الجزء تاني بتاع الculture، يعني بس حاول إن أنت تبعد عن ده. الحاجة اللي أنا لازم أأكد عليها تاني، أنت المسؤول عن نفسك، ما تستناش إن حد يقول لك تعمل إيه، أرجوك لإن ده هتضيّع وقت إمم. كتير وفي الآخر مش هتوصل لحاجة في حياتك، بس. أنا مبسوط جدًا والله. حبيبي يا أبو حميد. أنا عارف هي حياة فعلًا mix ما بين الtechnical والخبرات الحياتية، فالخبرات الحياتية دي بفلوس ربنا يكرمك. هل أنت في حاجة حابب تقولها يعني تبقى مسجلة علينا يعني؟ لأ تمام، يعني بالنسبة لي أنا الLinkedIn profile بالنسبة لي موجود، وأي حد عايز mentorship ليّا زي ما إحنا اتكلمنا يا أحمد، أنا موجود متاح كلمني، عامةً يعني زي ما إحنا اتفقنا، يعني في مثلًا 3 أو 5 vouchers ده for free، اللي يكلمني أنا ما عنديش مشكلة خالص، وده غير أي وقت شكرًا. أي وقت حد عايزني يكلمني، أنا باكلم ناس والله عمري ما قابلتها، يعني في حد من كندا كلمني من فترة مش بعيدة عشان أبقى mentor ليه. ما كانش عندي مشكلة خالص وعمري ما قابلته قبل كده صدّقني، وما كانش في أي تواصل. عربي والّا شخص لا، عادي لا، والّا لأ، مش عربي؟ لأ مش عربي بجد إمم. يعني، أصوله لو أنا مش غلطان كان أصوله من الهند، بس هو أعتقد إن هو مولود في كندا وكان عايش كل حياته في كندا لو أنا مش غلطان إمم. يعني، بس مش فارق، ما بتفرقش معايا في ده، يعني تفرق معايا إن أنت عايز أنت فعلًا هل تستفيد من ده أو لأ، وتاني لو أنت هتاخد mentor عشان يقول لك تعمل إيه بلاش، لإن الmentor مش دوره إنه يقول لك تعمل إيه، هو دوره إن هو إمم. زي ما إحنا بالبلدي بيقول كده ينوّر لك كشاف على اللي جاي. بس في الآخر أنت فهمت. لازم تبني الcareer بتاعك، بس. شكرًا جدًا يا أبو حميد، أنا بجد مبسوط، ومبسوط إن أول تجربة نعملها remote معاك، وأنا متشكر جدًا لوقتك. شكرًا، لا بجد أنا ما تنسوش مبسوط والله يا بقى أبو حميد. إمم. لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في أي أسئلة اكتبوها في الكومنتات. شكرًا ليكم، السلام عليكم.